في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نتكلموا على كواليس انقلاب الصخيرات. غادي نشوفوه من زاوية أخرى، زاوية أوفياء الملك. أثناء عملية انقلاب الملك الراحل الحسن الثاني كان مخزون في واحد المكان سري في القصر الصخيرات، وكان معاه كل من الجنرال محمد أفقير ومدير الأمن الوطني محمد دليمي ورئيس الوزراء أحمد العراقي وبعض أفراد العائلة الملكية. شوية سمعوا الدقات في الباب. دخل السرجان كنوش محوش هز السلاح ما بين يديه وطلب منهم يمتثلوا الأوامر ديالو، وفعلا استجبوا ليه ونفذوا الأوامر ديالو. بطبيعة الحال السرجان كنوش ما كانش عارف باللي قدامه الملك الحسن الثاني وباللي هادشي كامل غير مؤامرة. شنو هي ردة الفعل ديال السرجان كنوش محوش وكيفاش دار نقض الملك والعائلة ديالو من هاد الانقلاب؟ باش تعرفوا التفاصيل ديال هاد القصة كملوا معايا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش تدعموني في القناة باش نزيدوا القدام. اذا بلا ما نطول عليكم يلا ندخلوا في الموضوع ديالنا. كنوش سرجون كنوش محوش avec la fin. الكولونيل كنوش محوش من مواليد 2 يوليوز سنة 1948 بأجنون، وهي المنطقة الريفية تابعة لإدارة إقليم تازة، وهي نفس قبيلة ديال محمد عبابو ومحمد المذبوح. غادي في مدرسة هرمومو العسكرية. دائما كانت واحد الفترة من كتاب الصخيرات إلى تزمان مارت، تذكرة ذهاب وإياب إلى الجحيم كتلمع وسط الكتاب، وهي اللي هتكون مصدر الموضوع ديال اليوم. عبابو كلف القبطان الشلاط نائب عنه وطلب من المسلحين باش يتبعوه بعد ما ترك الطلبة والضباط في حراسة المقر الإذاعة والتلفاز التي أصبحت محطة ثورية أو بمعنى أصح انقلابية، وهذا ما كان البعض ينتظر الحسم فيه. هؤلاء المنافقون كانوا مستعدين لتغيير ولائهم في أي لحظة وانتصار لمن انتصر. لا طالما تساءلت مع نفسي لحد الآن لماذا لا أحد رفع مسدسه وحاول أن يواجه عبابو، وأن التلاميذ مدرسة هرمومو جمعوا نقالتين من الأسلحة والمسدسات من نوع 7.57 ملم وأخرى من طراز 9 ملم ورشاشات قابلة للتني. من الرهائن منهم من كان يخدم الدولة وكان من المفروض والواجب أن يموت دفاعا عن الملك والبلاد، وللأسف لم يجرؤ أحد على فعل هذا. لطالما وانا كنقرا على انقلاب الصخيرات بقاو راسخين في الذهن ديالي بعض الشخصيات مرات في القصر كلمح البصر، ولكن ما يمكنش ننساهم. غادي تتوقف الشاحنات في القصر، غادي ينزل عبابو والمسدس ديالو في يديه، وغادي يتقدم عند الدراكي رئيس مجموعة اللي كتكون من مطار وضابط من البارة وواحد من الحرس الملكي وشرطي سري. غادي يتقدم عبابو جهة الدراكي ويقول ليه حل الباب. يجاوبو الدراكي مول كولونيل عطيني الرخصة ديالك. يجاوبو عبابو يقول ليه حل الباب. لا مون كولونيل ممنوع الدخول من دون الرخصة. يجاوبو عبابو بغضب حيد من قدامي ولا غنقتلك. هنا الدراكي من القلائل اللي غيكونوا حاسمين في هذا الانقلاب. مجرد ما قال لي حيد ولا غنقتلك تسل المسدس ديالو من جيبو ووجهه في اتجاه عبابو وطلق الرصاصة الأولى في الانقلاب اللي جات في اليد اليسرى ديال عبابو. هنا عبابو كان شاد المسدس ديالو في اليد اليمنى اللي غادي يرد عليه بسرعة كبيرة. طلقة جات في الصدر ديال الدراكي. في هاد الأثناء عبابو مر الدراكي المطار باش يحليه الباب، وهنا غيتصادف مع الكولونيل عبد القادر اللوباريز اللي يدير واحد المشهد يبقى خالد في تاريخ المغرب. غير تواجه مع عبابو ضابط سامي مع ضابط سامي بكل كبريائه، ما هربش من عبابو. المشهد اللي غادي نوصفه دابا غادي يأكد لنا شجاعة ووفاء الكولونيل عبد القادر اللوباريز. نزل محمد عبابو من السيارة ديالو الجيب وهو يقول ليه الكولونيل اللوباريز عبابو شنو كدير؟ واش عارف انت فين؟ دير عقلك، ترجل شوية ونعل الشيطان ورجع للرشد ديالك وعرف شنو كدير. هادشي راه ماشي لعب الدراري. أجابه عبابو مهددا إياه بالرشاشه بعد من طريقي ولا غنقتلك. تقدم المقدام اللوباريز قائد المظليين بضعة أمتار من عبابو وقد فارد ذراعيه على شكل صليب. أحسست أنه أراد من وراء هذه العملية أن يحمي القصر بجسده بكل كيانه، وقد كان قادرا على ذلك. كرجل حازم كان ينتظر أول فرصة لينقض على المتآمر عبابو، وصرخ بكل قوته وصوته النافذ الذي زاد الأجواء كآبة: دير عقلك عبابو، راه كنعرفوا بعضياتنا مزيان،
فكر مزيان في هادشي اللي كدير، راه ما غادي يوصلك حتى شي نتيجة. جاوبو عبابو، بعد مني، بعد من طريقي، الا كنتي باغي تبقى حي. واش غادي يخاف اللو باريز ويتراجع؟ لا، ماشي اللو باريز اللي ديرها. غادي يجاوبو، التهديدات ديالك ما كتخلعنيش. واصل تقدمه بنفس الحيطة والحذر. غضب عبابو من عناد هذا الشخص الذي سيضيع له المهمة. وهنا عبابو ضغط على الزناد، فانطلقت رشقات الرصاص الذي اخترقت جسد الكولونيل لو باريز. احداث سخيرات معروفة وتحدثت فيها من قبل. غادي تمر الاحداث المعروفة دوك 3 السوايع الشهيرة ما بين 2 و5 ديال العشية. وفي اللحظة اللي غادي يأمر عبابو الجنود ديالو يتبعوه لمدينة الرباط. كيوصف محمد الرئيس هذا الانسحاب ديال القائد ديالو من السخيرات وتيقول: تناءت السخيرات وراءنا وبدا لي أنني أحلم. قبل أن تنطلق شاحنتي ألقيت نظرة أخيرة على جسد الكولونيل لو باريز بالقرب مني وقد التف حول نفسه. بعد ما توجه عبابو للقيادة العامة والداخلية والتلفازة باش يبين للشعب أنه فعلا انقلاب نجح. وتقدر تنضم ليه وحدات أخرى إلا تقوا فيه قادة هاد الوحدات مثل الكولونيل حبيبي اللي وافق في آخر لحظة. غادي توجه الكولونيل حبيبي بعد ما استسلم لعبابو، والمهمة ديالو كانت هي الرجوع لقصر الصخيرات وتحرير الرهائن والأجانب والسفراء، وإعفاء أعضاء الحكومة من المهام ديالهم، وتنحية جميع زعماء الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات المدنية والعسكرية وكاع اللي كانت سميتو في واحد اللائحة اللي عطاها المذبوح لعبابو قبل ما يقتلو. ومواصلة البحث على الملك الراحل الحسن الثاني وأفقير والدليمي. ركب حبيبي في السيارة ديالو الإيركات، وكان في جنبو السارجان أنيس وموراه 3 ديال الشاحنات عامرين بجنود. في هذه اللحظة بالضبط اللي ينطلق فيها الكولونيل حبيبي نحو قصر الصخيرات هي اللحظة اللي غيتغير فيها مسار الأحداث رأسا على عقب. وجدت نفسي أتجول داخل غرف القصر وسمعت ناسا يقرؤون اللطيف: نحن العسكريون لا نثق إجمالا. اعتبرت اللطيف الذي أسمعه بمثابة فخ، غير أن ثقتي زادت ما دمت أنني مسلحا. توجهت نحو مصدر الصوت وطلبت من الناس الذين يقرؤون اللطيف أن يخرجوا رافعين أيديهم إلى السماء، وهددتهم إن لم يمتثلوا لأوامري سأقتلهم. لم أكن أعرفهم، فالأمر يتعلق بالملك الراحل الحسن الثاني شخصيا، والجنرال أفقير، والمدير الأمن الوطني الدليمي، ووزير الأول أحمد العراقي، ومولاي أحمد العلوي، وطيار الملك، وشي ناس أخرين. طلبت من هؤلاء الغرباء بالنسبة لي أن يصطفوا بجانب الجدار، أن ينزلوا أيديهم وسلاحي موجه نحوهم. كل ما أريد منكم هو أن تشرحوا لي ما الذي يحدث، لأنني لا أفهم أي شيء. ما الذي يقع؟ فالمسؤولون قالوا لنا أن حياة الملك في خطر ونحن هنا لكي نحميه، غير أن بعد دخولنا القصر الصخيرات فهمنا أن المطلوب هو رأس الملك. نظرت إلى عيونهم واحدة والأخرى وهم يرتجفون خوفا أن أضغط على زناد، وفي تلك اللحظة قلوبهم تضرب بقوة وأرجلهم لا تقوى على حملهم، وهذا طبيعي حينما تكون فوهة الرشاش موجهة نحوك. طلبت منهم أن يشرحوا لي ما الذي يحصل بالتفاصيل. تقدم شخص لا أعرفه، تحدث إلي، وشعرت أن الصوت الذي يخاطبني أعرفه. بدأت أرتعد، وظهر ذلك من خلال رشاش الذي كان يهتز بالفعل ارتجافي. وفي تلك اللحظة خاطبني زعيمهم قائلا: أولدي برد، أنا أشرح لك كل شيء. من يتحدث معك فهو صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني. أنا هو قائد الأعلى للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية. هل تريد أن تقتلني؟ هل أصبحتم كلكم مجانين؟ بعد ما يعرف السارجان كنوش محوش على أنه قدام الملك والجسد ديالو كله كيترعد بكثرة الخوف، لحقاش أكيد غادي يدور في راسو أفكار كتيرة، خصوصا أنه منذ لحظات قليلة كان رافع الرشاش ديالو في وجه الملك. كيروي الملك الحسن الثاني تتمة ديال هذه اللحظة في كتابه ذاكرة ملك، وكيقول: تقدم واحد من تلاميذ ضباط الصف وأخذني جانبا وهو شاهر بندقيته في وجهي، وفجأة وقف وأخذه الذعر وعجز عن الحركة، وقال: إنني لم أتعرف عليكم، فقد كنت حتى الآن لا أراكم إلا بالزي العسكري، وكنت في ذلك اليوم أرتدي قميصا رياضيا وسروالا. فأجبته على الفور: أجل، الآن قد تعرفت علي، أدي التحية العسكرية. Lorsqu'il se vit à l'abri des regards indiscrets, il se mit au garde à vous. Je lui commandai repos, il se remit au repos. Je lui recommandai garde à vous, lui tendai ma main et lui dis qu'attendu pour baiser ma main. Ce qu'il fit.
Alors je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? هنا غيأدي الشارجان كنوش محوش التحية العسكرية راحة. غادي يتقدم في اتجاه الملك وغادي يبوس ليه يديه وغادي يسولو الملك فين صحابك؟ هما غير هنا، ولكن خاصنا نتخباو لحقاش ممكن شي اشخاص يقتلونا ويطلقوا علينا النار. غادي يجاوبوا الملك غوت على شي 3 ولا 4 من الاصدقاء ديالك. Cela est indigne et non conforme à ce que j'attendais de vous. Immédiatement, quelques-uns se mirent à pleurer et nous avons récité la Fatiha, qui est la première sourate du Coran. Et je dois dire qu'à partir de ce moment-là, ça a été le dernier épisode, l'épisode du dénouement. غادي يبداو يقراو الفاتحة بصوت عالي لدرجة أن الأسرى اللي كانوا منبطحين في الجهة الأخرى من القصر كانوا كيسمعوا قراءة الفاتحة. وهنا غيبداو الجنود يوصلوا الأخبار لبعضياتهم وبسرعة يلتحقوا بالكتيبة السارجان كنوش. وهنا غيبداو يصيحوا عاش الملك. Oui, il a dit, oui, mes enfants, on vous a pris pour des marionnettes. في هذه اللحظة بالضبط يدخل الكولونيل كاتوم اللي يورط راسو في آخر لحظة، وهو الكولونيل حبيبي. يا لها من صدمة كبيرة من لقى الملك الحسن الثاني حي والجنود دايرين به وكيحميوه. وكاين أوفقيرو الدليمي وواحد الجنرال ماجور محمد البشير البوهالي اللي يقول ليه الملك في هذه اللحظة بالضبط شنو كتسنى باش تقضي على هذا الانقلاب. غادي يتقدم حبيبي عند الملك وغادي يبوس ليه يديه ويتمنى ليه طول العمر. غادي أمروا الملك بالالتحاق الفوري بمراكش اللي كان القائد المنطقة العسكرية ديالها. غادي ينطلق إلى مراكش بعد ما ضرب 300 كيلومتر في أعز الليل. غادي يتم الاعتقال ديالو من طرف الكولونيل بن حدو المرافق ديالو من الدرك الملكي. وراه الأمر بالاعتقال ديالو أمر الدركيين باش يديروا ليه المينوط في يديه ويعصبوا ليه عينيه ويقطعوا به نفس المسافة في اتجاه معاكس في اتجاه فرقة الإعدام. كيقول الرئيس على الكولونيل حبيبي في كتاب ديالو من الزخيرات إلى تزمان مارت تذكرة الذهاب وإياب إلى الجحيم. كان الجنرال معروف بسطوه إن لم نقل شراسته، لم يكن يحب الاقتراب من مرؤوسه. بعض الإشاعات أو شبه الإشاعات كانت تتحدث عن تعاطيه للمخدرات. كانت العبارة الوحيدة التي فاه بها هذا الجنرال الكتوم هي لقد انضمت جميع وحدات الجيش والآن أن الأمور ستنجح. ويبدو هذا هو اليقين الذي دفعه إلى المشاركة. وكيقول الكولونيل كنوش محوش في هذه اللحظة نكران الذات على أن كاع اللي عنقوا باس يد وراس الملك الراحل الحسن الثاني هما اللي كتبوا رفقة صفحات الجديدة في تاريخ المغرب المعاصر. وكيبقى هو الشخص الوحيد اللي نقذ الملك الحسن الثاني من هذا القلاب وواصل في الخدمة العسكرية ديالو، وصل لرتبة كولونيل. وهنا سال التحقيق ديالنا في هذا الموضوع اللي وضحنا فيه بزاف ديال الأمور. ما تنساوش تدعموني في هذا الفيديو وتدخلوا تشوفوا الفيديوهات اللي سبق، واللي عنده شي موضوع يكتبوا لنا في لي كومونتير. وحتى لهنا كيسالي الفيديو ديال اليوم، إلى فيديو آخر إن شاء الله.